المشاحنات بيني وبين اللي معايا في البيت ما بتفصلش على طول. المشاكل والهم والفقر ملازمة كل اللي في البيت. بنلاقي نفسنا دايما نتلكك لبعض. طبعا بنقول الضغط النفسي والظروف الاقتصادية ومشاكل الشغل هي اللي عاملة فينا كده. في الفيديو ده هقولك على حاجات دلوقتي اوعي تعمليها في البيت، لان هي بتدي طاقة سلبية لكل اللي موجودين في البيت وبتخليهم دايما مش مرتاحين وفي حالة عدم استقرار نفسي على طول. صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ركزي معايا في اللي هقوله لك. اوعي تسيبي باب الحمام مفتوح. اوعي تلبسي هدوم كنت سايباها في الحمام وركناها. اوعي تسيبي في بيتك حاجة بايظة مدة طويلة، يعني حنفية بتسرب، ضلف الدولاب مكسورة، أكرة باب مخلوعة. ما تستهونيش بالحاجات دي، دايما اللي يبوظ صلحيه أول بأول. اوعي تسيبي كراكيب في البيت او هدوم قديمه ما بتلبسيهاش. دايما اتخلصي من الحاجات اللي انت شايفه ان انت مش هتستعمليها اول باول. احنا كلنا بنستخسر وبنقول ممكن يجي علينا وقت ونستعمل الحاجه دي. لا، خليكي ذكيه واول باول ان شاء الله كل شهر لمي الحاجات اللي انت ما بتستعمليهاش واللي شايفه ان انت هدوم مش هتلبسيها، حاجات قديمه خلاص تستعمليها، وفي اتبرعي بيها، او في صفحات كتير بتشتري الحاجات دي اونلاين. دوري عليها وابحثي وبيعي الحاجات القديمة اللي عندك كلها. التراب اللي بيبقى مركون في أركان البيت أو في حتت ما بنطولهاش زي فوق الدولاب أو في النجف. النجف ده احنا يعني على طول بننضفه من العيد للعيد. لا، التراب اللي مركون ده طاقة سلبية في قلب البيت. حاولي على قد ما تقدري انك وانتي بتنضفي البيت اول باول الحتت اللي فيها اللي مركونة تحت ورا على العفش كده، اللي مركون جنب الحيطة، السقف بتاع الدولاب، النجف، الحتت اللي بتبقى مركونة وفيها تراب. لو انتي خليتي ايدك فيها اول باول مش هتحتاجي انك تتعبي في تنظيفها، هتلاقي نفسك بتنضفيها بسرعة زيها زي في البيت. اوعي تسيبي تراب مركون في بيتك ابدا. المواعين اللي بتتحط في المطبخ وبتتساب يوم او اتنين، في ناس كتير بتعمل كده. حاولي ان اي حاجة مش نظيفة في مطبخك تتخلصي منها اول باول، او على الاقل ما تباتش في المطبخ لتاني يوم مش نظيفة. من وقت للتاني وليكن مرة كل شهر أو كل شهرين حتى لازم ترشي لبيتك من الحشرات. حتى لو انت مش شايفة حشرات، أحيانا بيبقى في حاجات موجودة في البيت ما بتظهرش غير بعد مدة. فلازم عودي نفسك على حاجة ترشيها في بيتك، ما يكونش البيت فيه اليوم ده في حد، ورشي البيت كله واقفليه إن شاء الله مرة كل شهرين حتى. واخر حاجه هقولها لك، دايما خلي بيتك ريحته حلوه. اوعي تجيبي معطرات الجو، لان هي ما بتعملش حاجه غير ان هي بتاذي الصدر وبس. ريحه مؤقته وبتعمل لنا اضرار في الرئه. ما تجيبيش معطرات جو خالص. خلي بس المنظفات اللي انت بتستعمليها هاتيها بروايح حلوه هتفضل ثابته في بيتك، وريحه بيتك هتبقى جميله. واتمنى لكم السعاده على طول. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.